السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. يا رب دايما تكونوا بصحة وسعادة وراحة بال. اهم حاجة في الدنيا الصحة، ربنا يديمها عليكم. ومن كان منكم مريضا ربنا سبحانه وتعالى يعافيه ويشفيه يا رب، ويرفع عنه المرض. انا اسفة الفترة اللي فاتت دي ما كنتش بنزل فيديوهات. كان عندي ظروف. معلش انا اسفة جدا. معلش هاخد من وقتكم دقيقة، عشان بجد انا محتاجة اقولك الكلمتين دول جدا جدا جدا. انا الفترة اللي فاتت دي كانت والدتي تعبانة، فبدأنا نكشف عليها. ففي السكة اكتشفنا كده ان هي عندها كانسر، سرطان ثدي. اللهم لك الحمد، الحمد لله راضيين وهي راضية، ست مؤمنة. فتحاليل واشعاعات واخد عينة، وطبعا النفسية ما كانتش تمام خالص. فالدكتور قرر انها تعمل عملية واستأصلت الورم، وبعد طبعا العملية لسه تعبانة دلوقتي. وبعد العملية طبعا لسه في إشعاع وفي كيماوي. فأنا بقول لكم الكلام ده مش عشان أصدع دماغكم، لا، أنا بقول لكم الكلام ده عشان خاطر بالله عليكم، بالله عليكم تدعوا لها. استحلفتكم بالله ما تنسوها من دعائكم. وما تبخلوا عليها بالدعاء، هي بجد في أمس الحاجة للدعاء. يعني هي دلوقتي عاملة العملية بقى لها حوالي 10 أيام. هي ما بتقدرش تتحرك، ما بتقدرش تعمل أي حاجة. ما بتقدرش تاكل، ما بتشربش، ما بتاكلش. تعبانة جدا جدا جدا، يعني تقريبا بين الحياة والموت. فبالله عليكم تدعوا لها، بالله عليكم تدعوا لها، ربنا يا رب يعافيها هي وكل مبتلى وكل اللي زيها وكل مريض يا رب، وما يكتبوا على جسمكم ابدا ابدا ابدا. لا انتوا ولا اي حد في الدنيا كلها ربنا يكتب عليه المرض. معلش انا اسفه ان انا طولت عليكم، بس بجد انا عارفه ان انتوا اقرب الى الله مني واصلح الى الله واصلح. فربنا ان شاء الله يتقبل منكم. نخش على الوصفه بتاعتنا. هنعمل النهارده الكريب. معانا كوبايتين من اللبن، هننزل عليهم ببيضتين في قلب الخلاط، وهننزل بمعلقتين من الخل عشان خاطر نضيع زفارة البيض. عشان انا عايزه اعمله حلو وحادق. لو انتوا هتعملوه حادق بس ممكن تحطوا فلفل اسود بدل الخل. وربع معلقه من الملح ومعلقه من السكر، وانزل بكوبايتين الدقيق، وابدا اضربهم في الخلاط كويس جدا لعند ما يديني القوام اللي احنا شايفينه مع بعض ده. اهو ده القوام بوريهولكوا. هبدأ ارجعه تاني في الخلاط، عشان انا عايزة حاجة تكون ليها بوز اقدر اتحكم فيها وانا بفرد الكريب في قلب الطاسة بتاعتنا، زي ما احنا هنشوف مع بعض دلوقتي. هنزل بنقطتين من الزيت وابدأ امسح بيهم الطاسة بتاعتنا، وابدأ اصب اول واحدة. طبعا احنا عارفين ان اول واحدة دي يعني ايه، ما بتبقاش ناجحة قوي، بس بنعرف احنا العجينة محتاجة ايه، محتاجة تكون اخف، محتاجة تكون ايه. فزي ما احنا شايفين كده مع بعض، انا حسيت ان العجينة تقيلة شوية. فهبدأ اخفها بربع كوباية من اللبن. حسيت انها تقيلة، ما بتفردش معايا بسهولة، وان العجينة هتطلع معايا تقيلة شوية. اللبن ده من كوبايتين لكوبايتين ونص حسب الدقيق بتاعك. يعني انت ممكن تحطي كوبايتين لبن بس فهتبقى معاكي العجينة مظبوطة جدا، وممكن تحتاجي انك تحطي كوبايتين وربع او كوبايتين ونص حسب الدقيق بتاعك. نوعية الدقيق بتختلف من نوعية للتانية، وبتختلف حسب ما انت عايزاه. عايزه الكريب يكون سميك، عايزاه يكون رقيق. انا كنت حابه ان هو يكون رقيق ما يكونش سميك، فعشان كده انا خفيته لكوبايتين ونص من اللبن، لان انا كنت حاساه كده اللي هو يعني ايه تخين شويه. انا ما كنتش عايزه الكريب تخين كده، كنت عايزاه رقيق. انت بتتحكمي في ان هو يكون رقيق او سميك بسمك العجينه بتاعتك، يعني دي حسب بترجع لذوقك انت الشخصي. زي ما احنا شايفين كده مع بعض، اول واحده طلعت معانا. دي الضحيه اللي بتبقى في الاول، اللي احنا ايه بنشوف بيها العجينه بتاعتنا مظبوطه، وتسويه الطاسه وتسويه النار. هي دي بتبقى الضحيه الاولى.
دي بعد ما كنت ضفت ربع كوبايه من اللبن، هرجع اضيف ربع كوبايه كمان لعند ما تظبط معايا وتوصل للقوام اللي انا عايزاه. بتبدأ بعد كده بقى تفك من الحراف، يعني هي بتبدأ من الحرف كده تفك لوحدها العجينة. تبدأي تعرفي ان هي خلاص كده استوت. ولازم الطاسة اللي بنعمل فيها تكون طاسة تيفال او طاسة جرانيت، المهم تكون طاسة ما بتلزقش، لان لو ألمونيوم ممكن تلزق معاكي والوصفة تبوظ معاكي. فالأضمن انك انت تعمليه في تكون طاسة او صينية ما بتلزقش، زي ما احنا شايفين مع بعض كده. هبدأ بقى دي الفرشة ما حطيتش زيت ولا حاجة، هي مكان المسحة الأولانية اهو. دي بقى بعد ما حسيت كده ان خلاص كده القوام اتظبط معايا. انا كنت حابة القوام ده عشان كنت حابة يكون خفيف خالص او رقيق معايا، ما يكونش سميك. بدأت بقى كده العجينة تظبط معايا، وهبدأ اعمل بقى إيه الكمية بقى كلها زي ما احنا شايفين مع بعض كده. اول ما اللون بتاعه يفتح ويبدأ ما يبقاش فيه اللي هو الابيض او الشكل الني ده خلاص، وفك كده من الاحراف، ابدأ ان انا امسكه من الاحراف وابدأ اقلبه زي ما احنا شايفين مع بعض كده. هبدأ اعمل واحدة كمان عشان اوريهولكوا. بصوا بقى فرد بقى معايا بسهولة، وبقى رقيق بقى خالص ومبقاش سميك اهو. فك من الحرف، بدأت اقلبه تاني. انا بعمل اكتر من واحدة عشان اوريكم اهو زي ما احنا شايفين مع بعض. إيه اللي خلاني اعمل الكريب ده؟ الولاد بقى في العيد عمالين يجيبوا كريب وحاجات من بره، بجد يعني كانت مش حلوه خالص. محطوط فيها يعني انا كنت حاسه ان فيها عجين مش كريب، وبصراحه حاجه مش مضمونه خالص. فانا قررت ان انا اعمله في البيت. زي ما احنا شايفين مع بعض كده الكريب بتاعنا طري جدا و... ورقيق زي ما انتوا شايفين. لو انتوا حابينه اسمك من كده تقدروا ان انتوا زي ما قلت لكم تكتفوا بكوبايتين بس من اللبن. بس انا كده بالنسبه لي كده كان مظبوط جدا، انا كنت حابه كده. عشان كده كمان بيبقى مقرمش معانا اكتر لما بنعمله اهو زي ما احنا شايفين كده طري، وكان حلو جدا. هبدأ بقى احط في الحشوة بانيه ستريبس زي ما انتوا عايزين، بس انا حبيت اعمله بستريبس او بانيه زي ما الولاد بتجيبه من بره عشان يبقى شبه اللي بيجيبه من بره. اما بتعملوا اللفة دي حاولوا ما تكتروش قوي الحشوة عشان خاطر ما تطلعش بره وانتي بتعمليه، بتحروق بقى الكاتشب، ده صوص جبنة ودي كاتشب، بيحروق بقى وبيبهدل الدنيا. فانا هلفها باكتر من شكل واكتر من طريقة يعني. ده كده شكل تاني عامله زي الكورنر كده، وابدأ افتحه كده واحط فيه الحشوة زي ما احنا شايفين مع بعض كده. ودي طريقة تانية، هحط الكاتشب وصوص الجبنة وهو لسه ما مفروض خالص. وبعد كده برضو هبدأ اعمل كده زي ما احنا شايفين مع بعض، افتحه من جوه من قلبه من جوه، وابدأ احط الحشوة بتاعتي. الحشوة دي بقى زي ما انت عايزة، ممكن شاورمة فراخ، شاورمة لحمة، ممكن اي حاجة انت حباها، ممكن جبن بس اللي انت حابة تحطيه او الولاد بيحبوه. تقدري تحطيه في الحشوة بتاعتك. الطريقة دي بقى هي احسن طريقة. ليه؟ بتحطي الحشوة زي ما انت عايزة، بتقدري تكتري الحشوة وبتقفلي عليها فما بتخرجش منك. او بصوا بعد ما سويناه حطيت معلقة من الزيت واحدة بس في قلب الطاسة وممكن تستغني عنها. وبدأت انزل بالكريب بتاعنا زي ما احنا شايفين كده غرقان في صوص الجبنة والكاتشب. هما الولاد بيحبوه كده الصوص بتاعه كتير. وده اللي هو المربع او المستطيل اللي هو مقفل من كل الجوانب. ده احسن حاجة لانه مش بيطلع حاجة بره. والطفل لما بيمسك الكريباية بيعرف ياكلها، مش بيوقع